هحكي لكم شوية النهاردة عن التهابات الفقرات العنقية وازاي ممكن تعمل مشاكل في الكتف وفي الكف وفي الدراع وفي الكوع وفي الرقبة هنا في نفسها والصداع. طيب لو أنا عندي انزلاقات غضروفية ما بين الفقرات الأولى والتانية والتالتة، شايفين الأولى والتانية والتالتة دول؟ الأولى والتانية والتالتة دول هم دول الفقرات العليا اللي فوق، والأعصاب الصفراء اللي طالعة ما بينهم دي اللي بتبقى طالعة بتغذي الوش. الناس تقولك عندي تنميل في وشي، تنميل في جنبي جنب دماغي، تنميل في قفايا من هنا، تنميل في جلد دماغي، وصداع. والصداع ليه كمان؟ عشان الانزلاقات الغضروفية دي بتضغط على الشريان الأحمر اللي طالع للمخيخ ده، فيقولك عندي صداع وعندي دوخة ورحت كشفت اذن وكشفت انف واذن وكشفت مش عارف ايه، بس المخ والاعصاب قال لي ان الانزلاق الغضروفي. لما جه الانزلاق الغضروفي هنا في الفقرات اللي فوق الاولى والثانيه والثالثه، الثلاثه دول، وضغطوا على الاعصاب الصغيره الصفرة دي اللي بتبقى طالعه لوشك ودماغك من ورا، صداع، دوخه، تنميل في الوش، تنميل في جنب الدماغ هنا، فده اللي بسبب الانزلاقات الغضروفيه العليا اللي هنا. تمام. لكن لو انا دوخه بس ممكن هنا ودني ممكن، لكن الاساسي ان لو انا طالع فوق هنا الانزلاقات فوق هنا احس بتنميل ساعات هنا في جلد دماغي وصداع واصحى تعبان، مفيش مخده مريحاني. تمام. طيب نتكلم بقى الفقرات الرابعه والخامسه. الرابعه والخامسه لا، دول يضربوا فين؟ يضربوا في الكتف وفي الحته اللي ورا من فوق هنا دي، يضربوا والكتف هنا تلاقي وجع في الكتف. بحرك كتفي عادي، الكتف نفسه سليم، ولكن وجعني ممكن يكون من فقرات رقبتي 5 و7. طيب اللي بعديه 5 و6 بقى، 1 2 3 4 5 5 و6، ده اشهر واحد بقى، انزلاق غضروفي ما بين الفقرة 5 و6. 5 و6 ده بقى يعمل وجع وتنميل على طول الدراع كده اهو، والحد رقم 6 اهو، ماشي 6، ادي 6 بالعربي 6 والسبعة 7 اهي، الحتتين دول ينملوا الصباعين دول، ماشي. طيب ماشي. وبعد كده 6 والسبعة، بقينا 7 والثامنة دول بقى هنا بقى عملنا 7 كده، الثامنة اهي، دول الصباعين دول، الناس اللي عندها دول بينملوا، ماشي. ده من الرقبة. حلو. طب انا بقى منمل كلي، صابع كلها منملة، يبقى انا ممكن العصب يكون مخنوق هنا، منمل لي ايدي كلها، ده مش من رقبتي، فاهم؟ يبقى كل فقرتين مسؤولين عن حاجة في دراعك، ماشي. طب انا عندي انزلاق في كذا فقرة يديني كذا عرض، انت فاهمني؟ منها وجع الرقبة نفسه، وممكن معاها صداع، ممكن وجع الرقبة نفسه وتنميل في الكف، وجع الرقبة نفسه وتنميل في الكتف او وجع في الكتف، حسب زي ما قلت لك كده اهو. الاولى والثانيه والثالثه الدماغ، الرابعه والخامسه الكتف، 5 والستة دول، 6 والسبعة دول، 7 والثمانية دول مع بعض. لو ايدي كلها يبقى عصبي هنا اتخنق، لو ايدي بكوعي يبقى من كوعي مخنوق هنا ومسمع. لكن لو جاي من فوق لحد تحت هنا الرقبه اللي اشك فيها. لو انا جاي من فوق لتحت مع دوخه ومع صداع ومع مش عارف انام، بصحى تعبان، يبقى المخده وحشه وعندي انزلاق غضروفي، يبقى انا عندي رقبتي هي السبب. فاهم؟ اعمل رنين واطمن على نفسك.